ايه بدي الاسلاميين يحكمونا، بدي اياهم يجوا 7 سنين يحكمونا الاسلاميين، لانه هلا دورهم يحكمونا، هن اللي عم يتقتلوا، حقهم هلا يحكموا 7 سنين مثل ما الرئيس لازم يكون خادم للناس، قاموا عملوه حاكم وصاروا يعبدوه. الفن كمان لازم يكون خادم للناس. نحن فنانيننا مهرجين للنظام. في شيء ممنوع، انه نحن ممنوع ان نطالب بحقوقنا، ممنوع نقاتل اسمنا الارهابيين، ممنوع ندافع عن حالنا، ممنوع علينا كل شيء، والنظام ما عم يحق. فنانين سوريين تخلص منهم وعذبهم نظام بشار الأسد. هل تعلم أن بعضا من أبرز وجوه الفن السوري انتهت حياتهم أو تعرضوا للتنكيل والتعذيب بسبب مواقفهم السياسية أو رفضهم الخضوع للنظام؟ أسماء حفرت في ذاكرة السوريين بأعمالهم، لكنهم دفعوا ثمن مواقفهم المؤيدة للثورة السورية. خالد تاجة أنطوني كوين العرب. خالد تاجة الملقب بأنطوني كوين العرب رحل في عام 2012. قال النظام وقتها بسبب تعبه الشديد، ولكنه لم يحصل على الرعاية المناسبة لحالته. لم يكن مجرد فنان، بل إنسانا أظهر شجاعة نادرة في ظل ظروف قمعية. ففي عام 2011 شارك في مظاهرة سلمية في حي الميدان بدمشق دعت إليها مجموعة من المثقفين والفنانين لدعم الثورة السورية. خرجت المظاهرة من أمام جامع الحسن، وكانت رسالة واضحة للنظام: وقف العنف ومحاسبة المجرمين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودعوا المتظاهرين وفي مقدمتهم خالد تاجة عن رفع الظلم الذي عاشه السوريون لعقود. ورغم أنها مظاهرة سلمية، واجهت القوات الأمنية المتظاهرين بالضرب والاعتقالات. شارك خالد تاجة في هذه المظاهرة مع شخصيات بارزة مثل ميس كاف وناشطين آخرين. وأثار خبر رحيله في عام 2012 تساؤلات كثيرة، خصوصا مع اختفائه الكامل عن الأضواء من بعد هذه المظاهرة. فهل كان اشتداد التعب عليه سبب الرحيل الحقيقي، أم أن المضايقات الكثيرة والضرب والتعذيب من قبل النظام هو السبب الحقيقي في تدهور حالته ورحيله؟ ياسين بقوش قذيفة استهدفت سيارته. ياسين بقوش مع أنه لم يكن منخرطا في الثورة وكان شبه محايد، ظهر في مقطع فيديو مع مجموعة من الثوار وهو يشكرهم، وهذا كان السبب الرئيسي في حقد نظام الأسد عليه والقرار بالتخلص منه. فانتهت حياته بقذيفة أصابت سيارته عام 2013. الرواية الرسمية طبعا ألقت اللوم على المخربين كما كان يصفهم النظام، لكن كثيرين يؤكدون أن استهدافه كان مقصودا بسبب شعبيته وقربه من الناس. بقوش لم يدعم النظام علنا، ولكنه يعارضه صراحة، ومعروف أنه مائل إلى جانب الثوار ولم يكن مقربا من النظام، لذا اختفى عن الأضواء لسنوات عديدة من بعد مسلسلاته مع دريد لحام. كان رمزا للإنسان السوري البسيط المكافح في حياته. هنا ان شاء الله بخير، طمنا عنها والنعم والله. الله يعطيكم العافيه. يلا سيدي كسر. الممثل الفنان السوري ياسين بقوش قامت عصابات الأسد على سيارة حسن دكاك. ضغوط نفسية وتعذيب أم رحيل طبيعي؟ حسن دكاك المعروف بشخصية أبو بشير الفران في باب الحارة رحل فجأة في 2011 بأزمة قلبية، لكن مقربين منه تحدثوا عن ضغوط وتهديدات بسبب مواقفه المتعاطفة مع مطالب الحرية. وقد ظهر مؤخرا فيديو لأحد المنشقين عن النظام قال فيه أن حسن دكاك تم التخلص منه من قبل نظام بشار الأسد بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبلهم. حسن دكاك سبب وفاته على فكرة هي الانتخابات وطعن زملائه له، ما في وفاة، وهي أول مرة أنا بقولها. ميس كاف فنانة الثورة التي أرعبت النظام. ميس كاف لم تكن مجرد فنانة، بل أيقونة للثورة السورية. مواقفها المعارضة للنظام لم تبدأ في عام 2011، بل تعود إلى طفولتها في الثمانينات، حين شهدت حادثة لا تنسى: مجندات من جيش حافظ الأسد يجبرن نساء الشام على خلع الحجاب في الشوارع. تقول مي إنها كانت طفلة حينها، لكنها لن تنسى بكاء امرأة 50 وهي تتوسل ألا ينزع حجابها بالقوة. نعم،
عزيزي المشاهد، فما لا تعرفه عن سوريا أن الحجاب كان ممنوع في الأماكن الحكومية وحتى المدارس، واشتد منع الحجاب وقتها في فترة الثمانينات إلى أن سمح بالحجاب في المؤسسات العامة من بعد عام 2000. بل وقعت عام 2005 على إعلان دمشق الذي دعا للإصلاح والديمقراطية، لكنها قوبلت بتهديد مباشر من أحد مسؤولي النظام الذي قال لها سأقطع لسانك. لاحقا بعد انطلاق الثورة تعرضت للاعتقال في 2011 وأيضا مرة أخرى في عام 2013، لكنها استمرت في معارضتها حتى اضطرت للجوء والعيش في فرنسا. وفي عام 2018 وجدت وقد فارقت الحياة بظروف غامضة أيضا. الرواية الرسمية قالت إنها وفاة طبيعية، لكن نشاطها السياسي وتهديداتها السابقة جعلت كثيرين يشككون أن النظام هو من كان وراء ذلك لإسكات صوتها نهائيا. كلماتها الأخيرة على فيسبوك كانت: لن أفقد الأمل، إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد. سوريا العظيمة وليست سوريا بشار الأسد. بتخوفوا العالم من الإسلاميين. شو أنا كنت بمعاقل الإسلاميين، أنا انحكى عني بالجامع 40,000 رجل حموي غنوا باسمي لأنه قلت كلمة حق. مو الخيانة العظمى انك انت تقول انه والله راحت البلد، الخيانة العظمى تقول انه ما عاد في شيء اسمه ثورة. وقد قال الشيخ سارية الرفاعي الذي رحل مؤخرا أن ميس كاف قد أعلنت إسلامها أمامه. لذلك ميس كاف لما خرجت من السجن رحمها الله، وأقول رحمها الله لأنها الحقيقة أرسلت لي وأبلغه بأنني مسلمة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذلك أقول رحمها الله. سمر كوكاش سجن وتنكيل بسبب الحرية. سمر كوكاش ابنة المخرج الكبير علاء الدين كوكاش اعتقلت في عام 2013 وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة دعم المخربين فقط لأنها رفضت الصمت عن ما يحدث في سوريا. خرجت من السجن لكنها اضطرت لمغادرة سوريا بسبب التضييق عليها. سمر كوكاش تعكس طريقة النظام في تدمير حياة من يجرؤ على قول الحقيقة. كنت معتقلة عند النظام، فترة اعتقالي كانت بين 2013 و2017. شفت انتهاكات من قبل العقيد، كان عنده اسلوب ابتزاز، يا انت بدك تدفع اموال لحتى تاخذ اقل حقوقك او بدك تضطر انك تقيم علاقه مع هذا. وطبعا والد سمر كوكاش للذي لا يعرفه هو مخرج اكثر من نصف مسلسل باب الحاره في جزئيه الاول والثاني، وذلك بسبب التعب الشديد للمخرج الاساسي بسام الملا في وقتها. اي نجاح باب الحاره في اول جزئين سببه بسام الملا وايضا المخرج علاء الدين كوكاش. ليش مين اخرج باب الحاره؟ بسام الملا ولا علاء الدين كوكاش؟ الجزء الاول والثاني مو كان مريض فيهم بسام الملا؟ علاء الدين كوكاش اخرج 3/4 العمل ب 60% من الحلقات. حاتم علي صوت الوجع السوري بصمت. المخرج السوري العالمي حاتم علي رغم صمته السياسي العلني لكنه غادر منذ بداية الثورة في سوريا ولم يعبر عن تأييده للنظام كما فعل الكثير من الفنانين، كما لم يظهر دعمه العلني للثورة، لكنه ترك وراءه إشارات واضحة عن موقفه المؤيد للثورة السورية. ففي حوار مع صحيفة الوفد المصرية عام 2013 قال حاتم علي: سوريا ليست بخير ويعيش شعبها مأساة حقيقية، ولم أتخيل يوما أن تكون سوريا بها أحداث دموية. وأضاف: إذا استمر هذا الوضع كثيرا فمن الصعب الرجوع إلى الاستقرار بسهولة. هذا الموقف الذي ظاهره حيادي لم يشفع له عند النظام السوري، فقد تم فصله من نقابة الفنانين السوريين عام 2015 بشكل نهائي بحجة عدم دفعه للرسوم، في خطوة استهدفت كل الفنانين الذين غادروا البلاد ولم يظهروا ولائهم للنظام. وكل هذا كان تحت إشراف نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان. وظل حاتم علي خارج البلاد حتى رحيله المفاجئ في مصر عام 2020، لكنه لم يسلم من الظنون حول سبب رحيله، كان طبيعيا أم أن النظام أيضا تخلص منه في منفاه. فدوى سليمان الفنانة الثائرة. فدوى سليمان اتخذت موقفا واضحا منذ بداية اندلاع الثورة، وانحازت بشكل كامل للمظاهرات السلمية خاصة في مدينة حمص، ولم تكتفي بالمشاركة بل تصدرت المظاهرات وبدأت في التنقل سرا بين المنازل للهروب من اعتقال قوات النظام. من بين أقوالها: الثقافة هي حرية التعبير والتفكير، لكن هذا البلد يريد أن يفرغنا من محتوانا. ودعت لاستمرار الثورة السلمية لكنها دفعت ثمنا باهظا. قوات الأمن السورية كانت تمشط
تمشط أحياء حمص بحثا عنها وتضرب المواطنين لإجبارهم على الكشف عن مخبئها، مما اضطرها إلى الهرب عبر الحدود سيرا على الأقدام إلى الأردن، ثم استقرت في منفاها في فرنسا. رحلت عام 2017 في فرنسا بعيدا عن وطنها الذي شهد ثورتها ضد استبداد النظام، ووصفت بالفنانة الثائرة الحرة ورمزا من رموز الثورة. وأيضا مثلها مثل مي سكاف هناك شكوك حول سبب رحيلها. صامدين ومؤيدين للثورة ومعلنين. الجرأة هي التي ميزت فدوى، خرجت مع المتظاهرين في دمشق ومن ثم في حمص صدحت مع عبد الباسط الساروت في ساحات المدينة. بحمل معي من سوريا أمل الشعب السوري بأكمله بإيجاد حل للأزمة السورية. عامر السباعي ابن الممثل السوري الشهير رفيق السباعي وأخو الممثل والمخرج سيف الدين السباعي، قرر منذ اللحظة الأولى أن يكون معارضا شرسا للنظام، واشتهر بمواقفه الجريئة والصريحة ضد القمع الذي مارسه نظام الأسد، وعبر عن دعمه الكامل للثورة السورية بشتى الوسائل سواء عبر كلماته أو ظهوره الإعلامي. ترك عامر سوريا بسبب مواقفه السياسية الواضحة واستقر في مصر، حيث استمر في التعبير عن موقفه المناهض للنظام من خلال وسائل الإعلام والفن، وقدم أعمالا غنائية ناقضة للنظام بأسلوب ساخر لاقت انتشارا واسعا بين السوريين. ولكن بعكس أخيه ووالده فكانت مواقفهم مؤيدة تماما للنظام، وحتى بعد رحيل والده قام أخوه سيف السباعي بحرمانه من ميراث والده وأيضا عدم ذكره بنعوة رحيل والده، أي قاطعه بشكل كامل فقط لأنه أيد الشعب السوري ووقف ضد النظام. لكن الغربة لم تكن سهلة على عامر، وأيضا صدمته بموقف أخيه وأصابته أزمة ما تسبب في رحيله عام 2015. وطبعا كباقي الفنانين هناك شكوك حول طريقة رحيله، خصوصا أنه كان من أكثر الفنانين الذين حاربوا وانتقدوا نظام الأسد. بس هلا بدي ضل وهاد لحتى ارجع اخذ عهد على نبي ما غيره وما اشتري جديد الا لحتى ارجع منصور على الشام وساقط هذا النظام. بهذا الوقت مع اني مهجر برات البلد بس حاسس بسعاده انه عم قول شيء صار لي 50 سنه ساكت ما عم بحكي. محمد أوسو كان في فترة من الفترات من اشهر الممثلين الكوميديين السوريين، وعرف باعماله في الدراما السورية مثل بكرة احلى وكسر الخواطر، الى عام 2011 عندما قرر الاصطفاف مع الشعب مع انطلاق الثورة السورية والمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد. ومحمد أوسو لم يكن مجرد ممثل بل أيضا كاتبا ومؤلفا، عبر عن قضايا المواطن السوري بأسلوب فكاهي وناقد. مع انطلاق الثورة السورية اتخذ أوسو موقفا جريئا ضد النظام السوري، وشارك في المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة، وهذا ما أدى إلى اعتقاله عدة مرات على يد النظام، وحتى أنهم طلبوا منه أن يعمل عندهم كمخبر أو مرشد عن الأشخاص الذين خرجوا في المظاهرات. المحقق بيقول لي بتقول لي مين هاد، او بجيب والدتك ووالدتك بتجيب لي اخته واخته بتقول لي مين هاد، مما اضطره في النهاية إلى مغادرة سوريا والاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية، مستمرا في التعبير عن دعمه للثورة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن سقط النظام وعاد أوسو إلى سوريا مرفوع الرأس. انه طلبوا مني اعمل له كمين، قالوا لي بتكمشنا اياه ونطلع، ويعني وما كمش نفذ. طبعا انا عجقت الحاره يعني كل ما تمرق سياره قال لهم كانه هذاك، فيركضوا وراه ويوقف السير. فبعد 4-5 ساعات بيتصل ضابط للرائد اللي كان معي بيقول له رجع الزلمه صار بالشام. لعيون محمد وصال، لعيون محمد وصال. هؤلاء الفنانين عبروا عن رفضهم للظلم كل بطريقته، واجتمعت مواقفهم في الدفاع عن الحرية والكرامة للشعب السوري والتخلص من أكثر نظام استبدادي في العالم بالعصر الحديث، نظام بشار الأسد. اعملوا شيء، اعملوا شيء، لمين بدنا نتوجه، لمين بدنا نحكي، لمين بدنا نقول.